الأسطورة بتقول إن النمور في دولة تايلاند طول عمرها حيوانات شرسة ومخيفة ومرعبة لكل الناس، ومفيش أي إنسان تايلاندي يتمنى إنه يقابل نمر في طريقه لأنه هيبقى وجبة عشاء للحيوان المفترس ده. والكلام ده كله كان متصدق لحد ما حصلت حاجة غريبة وصادمة للكل غيرت الفكرة دي لحد النهاردة. في يوم من الأيام واحد من المزارعين كان رايح الغيط بتاعه علشان يزرع ويقلع زي ما متعود يعمل كل يوم. المزارع أول ما وصل طلع الأكل علشان يفطر، بس وهو بياكل حس بحركة غريبة في المكان، ولما قرب لقى مشهد ما شافوش قبل كده في حياته. هو عبارة عن أنثى ببر نايمة وأشبالها بيرضعوا منها. المزارع أول ما شاف الكلام ده راح رافع ديل الجلابية في بقه وقال يا فكيك، وطار من المنطقة واتبخر من المكان كله. تاني يوم بقى لما راح للغيط بتاعه لقى الأم برضه لسه نايمة في مكانها وطلع يجري تاني. المزارع قال طلع 3 ما أنا رايح تاني المكان ده، وفعلا قعد في بيتهم لمدة يومين كاملين، بس الفضول وقتها كان هيقتله. عشان كده في اليوم التالت قرر يروح للحقل من تاني، وقرب عند مكان الأم ولقاها لسه نايمة برضه بنفس الشكل ونفس الطريقة. المزارع استغرب وتشجع في نفس الوقت، وقرب لقى الأم ميتة والأشبال قاعدين يرضعوا منها لحد ما الحليب بتاعها نشف خلاص. المزارع صاحبنا قلبه حن وقتها للأشبال وقرر ياخدهم لبيته ويربيهم هناك كأنهم كلاب، بس كل ده في السكرتة والاستخبص، وده علشان لو أهل المنطقة عرفوا إن في أشبال نمور موجودين معاهم كانوا هيقتلوهم واحتمال يطردوا المزارع كمان، وده طبعا لأن السكان كانوا بيترعبوا من اسم النمور لأنهم قتلوا كتير منهم، فما بالكم بقى لما نربي 2 منهم معاهم. المهم ان صاحبنا ربى الببرين معاه في البيت وكان بيأكلهم في الخباثة وما بيخليهمش يعملوا صوت او دوشة. لكن في يوم من الايام المزارع بقى خرج ونسي باب بيته مفتوح والببرين طلعوا وراه في قلب الشارع. السكان اول ما لمحوا النمرين طلعوا يستخبوا منهم وقفلوا الابواب، واللي نط بقى في المية واللي طلع فوق شجرة. لكن بعد كام دقيقة بالظبط لقوا الببرين ما بيعملوش اي حاجة ومش بيهاجموهم ولا حتى بيزمجروا في وشهم، ده بالعكس دول كانوا بيقربوا منهم وبيتمسحوا فيهم زي القطط والكلاب وباقي حيواناتهم الاليفة. ومع الوقت السكان خدوا على وجود الببرين في المنطقة وتقبلوهم وسطهم وبقوا بيجيبوا الأشبال كمان ويربوهم. والقرية من وقتها بقى صديق الإنسان وبقت مشهورة باسم مدينة النمور، وكل أهل القرية تماما بيربوا نمور، وعرفوا إن النمر حيوان تقدر تروضه بسهولة وتخليه حيوان مستأنس، ويقدروا كمان يحولوه ببساطة لحيوان أليف يربوه في البيت مع أطفالهم. لكن زي ما قلنا في البداية ان دي اسطورة مش مؤكدة، يعني ممكن الكلام ده يكون حصل فعلا وممكن يكون ملوش اي اساس من الصحة. لكن الحقيقة بقى المؤكدة ان معظم سكان دولة تايلاند فعلا النهاردة بيربوا نمور وبيستثمروا فيها كمان، وبقت مصدر دخل لناس كتير هناك لانها بتجذب السياح علشان يتصوروا معاهم. سؤال الحلقة بقى ليك صديق الإنسان وجاوبنا بمنتهى الأمانة زي ما احنا متعودين مع بعض. لو جات لك فرصة تربي نمر هتعمل كده ولا لا؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.